مسرح مصر مش مجرد مشروع ناجح حصل في فترة معينة في حياة المصريين واختفى تاني. مسرح مصر من أكتر الحاجات اللي بتربطنا ببعض وبتفكرنا بأيام كانت جميلة علينا كلنا. نوع كوميديا قديم مش جديد ومفهوش حاجة مبتكرة أو مش تقليدية. بس إيه السبب اللي خلانا نضحك بالطريقة دي على مسرح مصر مع إن كوميديته مش جديدة علينا؟ ليه المشروع ده اتقفل من بعد ما كان ناجح ومكسر الدنيا؟ إزاي ده أكتر مشروع مبني على التنمر؟ هل في أمل مسرح مصر يرجع؟ كل ده وأكتر بكتير هنعرفه النهاردة في مشروبك المفضل. تعال ورايا. الفكرة كلها بدأت من عند أستاذ أشرف عبد الباقي اللي كان شايف المسرحيات طويلة ومش مسلية أو مش ممتعة. المسرحيات بتكون طويلة جدا والكوميديا فيها بتكون أقل عنصر في السكريبت، ولقى إن بسبب ده المسرح بقى فن قرب يتنسي، فقرر إنه يعمل مسرح يكون عبارة عن مسرحيات قصيرة مش أكتر من ساعة ونص، وكل الساعة أو الساعة ونص كوميديا فقط لا غير. عارف أغاني أم كلثوم؟ أم كلثوم كانت تقريبا علشان تبدأ تغني وتقول المفيد كانت بتقعد نص ساعة أو ربع ساعة ألحان، والغنى كان بيجي بعدين بعد ما رقنا ينشف. فأشرف عبد الباقي شال الحته بتاعت الانترو والاوترو وقصقصها ورتبها وزوقها واداها لك بيور كده بحالها. الفكره كانت في دماغ عمنا اشرف عبد الباقي من فتره كبيره لحد ما بدا فعلا في تنفيذها. فجهز لي نفسك علشان هتسمع عبث. تعالى نبدا باشهر نجم فيهم وهو علي ربيع. خد بقى الصدمات. علي ربيع ما شاء الله عليه مشيت معاه ببركه ربنا على الاخر. عارف مين اللي كتب له الرغبات؟ جارتهم. وربنا زي ما بقول لك جم قالوا له عايز تدخل ايه؟ قال لهم يعني بص شوفوا اللي انتوا عايزينه، يعني انتوا لسه هتصدقونا. فراحت جارتهم كتبت له الرغبات وجات له كليه تجاره، فعلي راح كليه تجاره. هوب دخل مسرح الجامعه علشان في تكييف. تيجي تمثل يا علي؟ يلا بينا موافق. مثل علي. من هنا جه استاذ اشرف شافه اخده معاه المشروع اللي بيعمله، واقسم بالله يا حبيب اخوك زي ما بقول لك كده مش بضحك عليك في حاجه، هو حرفيا دخل مسرح الجامعه ومثل فيه علشان الدنيا كانت حر وكان في تكييفات جوه. محمد انور ومصطفى خاطر وحمدي المرغني الثلاثه كانوا في كليه حقوق وشغالين في النقاشه، وباقي الكاست كله اللي كان في حقوق اللي كان في طب اللي شغال نقاش واللي شغال محامي تحت التدريب واللي الدنيا بتمشي يعني. تمثيلهم على المسرح كان مجرد هوايه. شافهم استاذ اشرف واخدهم معاه في المشروع اللي بيخطط ليه، وتوته وقصقص وويزو وباقي النجوم كلهم كانوا بنفس الطريقه العبثيه، اللي من طب واللي من تجاره واللي من حقوق، وهي بتمشي. ما كانش في اي تخطيط في الموضوع، وده كان الهدف، لان كل حاجه من اول هنا هتمشي بنفس الطريقه العشوائيه دي، وهم ما يعرفوش ان في المستقبل العشوائيه هتكون الدافع والسبب الرئيسي في نجاحهم. تيجي اول مسرحيه لمسرح مصر باسم تياترو مصر، واسم المسرحيه كان شيء من الخوخ، وهي بالمناسبه موجوده على اليوتيوب. ومن هنا تبدا كتابه التاريخ. من هنا من عند مسرحيه شيء من الخوخ. المسرحيه دي ما حضرهاش غير 4 وكانوا اصحاب استاذ اشرف عبد الباقي. ما كانش حد مهتم بالمسرحيه دي تماما، بس لحد ما المسرحيه دي نزلت على التلفزيون. علي ربيع كان بيحكي انه كان ماشي في الشارع ومره واحده لقى الناس بتقول له ده ايه الحلاوه دي وشفناك يا نجم والكلام ده، وكذلك حصل مع باقي النجوم. المسرحيه كسرت الدنيا على التلفزيون وناس كتير جدا عرفوا المسرحيه دي من التلفزيون، واكتر الشباب عرفوا المسرحيه دي عرفوها من اليوتيوب لانها نزلت برضو على النت وجابت مشاهدات كتير. المسرحيه اتعرضت بشكل اسبوعي. الاربع اشخاص اللي كانوا بيحضروا المسرحيه بقى 40، مره يبقوا 100، مره يبقوا 500، لحد ما ال 1200 كرسي كلهم يتملوا على الاخر. المسرحيات بتاعتهم تتشهر على الاخر، والمسرحيه بقى ليها جمهور، ده حتى في ناس بتقول انها كانت بتحضر المسرحيه نفسها اكتر من مره. كل ده ليه يا حبيب اخوك؟ علشان بكل بساطه كانت مبنيه على الارتجال. كل مره المسرحيات كانت بتتعرض فيها حتى لو نفس المسرحيه بيكون فيها شيء مختلف، فده اللي كان مميز تياترو مصر وقتها. الرجاله جابوا فلوس وحققوا نجاح، اللي كان شغال نقاش واللي كان شغال قهوجي سابوا شغلهم وركزوا اكتر في المسرح، ومن هنا بدأت النجومية الحقيقية. طبعا تياترو مصر كان مسرح قوي جدا وناجح جدا، قائم على الارتجال وحاجه كده شبه الستاند اب كوميدي. قدموا مسرحيه في الثانيه في الثالثه، ومع الوقت بدا يظهر عوامل كتير جدا ساعدت في نجاح المسرحيات، زي ان بقى في مسرحيات كتير والجمهور كان وافي ومخلص جدا للمسرحيات دي، فكان بيتابعها اول باول، فبقى في علاقه حلوه جدا بين الفنانين والجمهور، يعني بقوا عشره مع بعض. فتيجي مسرحيات بتكون بتكمل مسرحيات قبلها، يعني مثلا دور كان اتنين فيه بيضربوا بعض ومستغلين انهم بيمثلوا علشان يضربوا بعض، بين قوسين طبعا بهزار. فتيجي مسرحيه تانية نفس الاتنين اللي كانوا بيضربوا بعض دول تتبدل ادوارهم، فاللي اتضرب ياخد حقه من اللي ضربه، وكل ده في سياق التمثيل. وطبعا مش محتاج اقول لك ان الجمهور اللي كان حاضر المسرحيات دي من الاول بيموت على نفسه من كتر الضحك. كل ممثل كان ليه لازمه بتاعته او حاجه بيقولها فبتضحك كل ما تتعاد من الناس القديمه اللي عارفاها. بداوا يكونوا مميزين باشكالهم، زي علي ربيع اللي كان مميز بشعره وانه طويل سيكا فبيتريقوا عليه، وويزو اللي كانت يعني اللي هي يعني شكلها يعني حجمها كبير شويه
شويه فكانوا بيتريقوا على شكلها، حمدي المرغني كانوا بيتريقوا عليه علشان سنته المكسوره. كل واحد كان ليه حاجه مميز بيها، فده اللي كان بيخلي الجمهور يتفاعل مع الاشخاص ويرموا الفكره نفسها في الزباله. كون ان الشباب كان في حاجات مميزين بيها، ده اللي بيخلي 2 3 من الجمهور يسالوا على اساميهم، فالناس دي بتكون مشهوره بعدين بسبب ده، بسبب لازمه معينه. الناس بقى عندها فضول للاشخاص اللي بتظهر في المسرحيه مش للمسرحيه نفسها، وطبعا نجاح الاشخاص ده بيخليهم نجوم بعدين، وكل ده بيصب في صالح المسرحيه وفي صالحهم كلهم. بس برضو تعتبر لسه اول تجربه للمسرحيه دي، فلسه في حاجات كتير مش كامله او مش بروفيشنال بشكل كامل. اللي فات ده لو بتعتبره نجاح، فاللي جاي هيكون اضعاف اضعافه ولا يقارن بيه، وهي النقله من تياترو مصر لمسرح مصر. 2014 الشباب رجعوا لنا باختلاف وتطور كبير جدا. المسرحيه بقت بتتعرض اسبوعيا على التلفزيون على قناه MBC مصر اللي كانت مشهوره وبقت اشهر بكتير جدا بسبب المسرح ده. وطبعا طالما قلت بقت اشهر فانت عارف انها نجحت جدا وكسرت الدنيا حرفيا. قناه مختلفه، جوده مختلفه واحسن بكتير جدا، اللوكيشنز بقت احسن والمسرح ككل اتطور، لبس الشخصيات بقى احسن وجوده الصوت والصوره بقى احسن بكتير جدا. كل حاجه اتطورت بطريقه مرعبه، وعلى عكس المعتاد فهنا التطور او الاهتمام بالمشروع ما قتلش متعه المسرح، بالعكس تماما. هنا مسرح مصر كسر ودشمل القاعده دي. الكوميديا بقت احسن بس اعتمدت على عناصر تانية هنقولها برضو في فتره الريفيو. الجمهور حبهم اكتر، القناه نفسها بقت بتاخد لقطات وتنزلها على النت وبتجيب ملايين المشاهدات. في فيديوهات على اليوتيوب جابت اكتر من 100 مليون مشاهده، فانت متخيل النجاح بقى ضخم، وبقوا بيسافروا يقدموا مسرحيات بره. كنت تلاقي كل اسره يوم الجمعه قاعده مستنيه المسرح يبدا علشان يضحكوا ويتعبوا من كتر الضحك على المسرح ده. يوم الجمعه عندنا ايه؟ والله هنصلي الجمعه ونتغدى ونتفرج على مسرح مصر. كان حدث بكل المقاييس. مسرح مصر كان مختلف جدا، يعني اوقات يتكلموا مع الجمهور، اوقات لما تحصل خناقه ولا حاجه يجروا يستخبوا في وسط الجمهور. محمد انور هنا حرفيا كان بيمسي على امه وبيبعت لها السلام من الكاميرا اللي وسط الجمهور. كان المسرح ده نادر ومختلف جدا لانه ما كانش بيلتزم بقواعد، كل ده بسبب شخص واحد بس، الجوكر بتاع المسرح ده استاذ اشرف عبد الباقي، اللي شاف امل وحلم في الشباب دي وحوله لنجاح كبير جدا ليهم كلهم. بس للاسف كل حلو وليه اخر، وهنا كان اخر مسرح مصر. واخيرا وبعد 130 مسرحيه، بعد 130 مره قعدنا فيها مع اهلنا واحنا بنضحك ومبسوطين، بعد 130 عرض مختلف بخفه دم وروح حلوه، بعد 130 يوم من النجاح، بعد 130 يوم من صناعه التاريخ، يجي نص 2018 وتنتهي عروض مسرح مصر للابد، والمسرح يتقفل. بس ما اتقفلش لوحده، اتقفل بعد ما عمل فريق كامل من النجوم العالميين. طب ليه المشروع ده اتقفل من بعد ما كان ناجح ومكسر الدنيا؟ لو جيت تسالني انت شايف مسرح مصر كان لازم يكمل ولا يقف هنا، فعلى عكس المتوقع هقول لك القرار اللي اخدوه ووقفوا المسرحيات كان قرار سليم جدا. ليه؟ لانهم عرفوا ان الناس بدات تزهق منهم ككل، مش علشان هم وحشين، لا علشان الافكار بقت مكرره. الناس لحد دلوقتي فاكره ان مسرح مصر اتقفل علشان فريقه بقى عباره عن نجوم بيمثلوا في السينما وبقت والعه معاهم. بس لا لا لا، الشباب دي كانوا زي اولاد استاذ اشرف عبد الباقي، انت ما شفتش بيدافعوا عنه ازاي في البرامج؟ لو استاذ اشرف قال لهم تعالوا هنعمل 5 مواسم زي اللي بقيتوا نجوم فيهم ومش هديكم جنيه، هيوافقوا كلهم بلا استثناء. طب ليه برغم كل ده المسرح اتقفل؟ لانهم غصب عنهم عملوا كل الافكار اللي في الدنيا، عملوا 130 مسرحيه والدراما كلها على بعضها 13 14 نوع، فكل حاجه بقت مكرره جدا. وهم لاحظوا ده وقرروا يوقفوا المسرح بعد 5 مواسم، والشركه اللي كانت بتمولهم وهم نفسهم موافقوا على قرار قفل المسرح بعد 5 مواسم. قبل ما الناس تلاحظ ده، قبل ما الناس تزهق منهم، هم قفلوا النار على القهوه قبل ما تفور بدقيقتين. فانا شايف من وجهه نظري انهم عملوا الصح، ومن هنا ينتهي مسرح مصر بشكل كامل. هل في امل ان مسرح مصر يرجع؟ ليه يعني يا عم كامل ما يعملوش المسرح ده دلوقتي تاني؟ ما اكيد بقى في افكار تانية ممكن يقدموها. هقول لك بص يا حبيب اخوك، الشركه اللي كانت بتمول مسرح مصر استكفت تماما من المسرح زي ما قلت لك، فمن الاخر مش هيقبضوا من فلوس الاعلانات على التلفزيون لان ما بقاش فيه تلفزيون، فبالتالي تقريبا 70% من الفلوس اللي بيقبضوها بتيجي من التلفزيون والاعلانات بتاعته، فبالتالي الموضوع مش هيكون جايب همه. هتقول لي طب ليه ما يعملوش مسرح حر خاص بيهم هم وبس، كده كده الناس هتيجي تتفرج؟ هقول لك ما هو ستيل يا حبيب اخوك مفيش فلوس كافيه لانهم يعملوا المسرح، ضريبه المسرح 60% من الارباح، انت متخيل؟ فهم حتى مش هيوصلوا لمرحله انهم يعملوا المسرح ببلاش، لا ده هيكونوا مديونين بفلوس كتير جدا كمان، فالموضوع بسبب ده مش نافع. الرجاله كانت بتاخد فلوسها من عروض المسرحيات بتاعتهم على التلفزيون اللي كانت كتير جدا. لو تفتكر ايام زمان، ايام القعده الحلوه بتاعت اللب والسوداني مع العيله، لو تفتكر فكان الفاصل الاعلاني بيكون 10 دقايق ربع ساعه، كميه اعلانات مهوله كانت بتيجي على المسرح بس
هتلاقي مسلسل شغال قبل المسرح عليه اعلانين ثلاثه، يجي مسرح مصر وتلاقي بال 17 وال 18 اعلان. الشركات نفسها كانت بتدفع فلوس اكتر، كان حرفيا بيحصل زي مزاد صغير كده على اللي يحط فلوس اكتر علشان اعلانه يظهر فتره مسرح مصر. فكل ده ما بقاش موجود. ده حتى من كام سنه استاذ اشرف عبد الباقي جرب يعمل مسرحيه كده على الماشي. محمد انور في البودكاست بتاعه مع ابراهيم فايق قال ان اشرف عبد الباقي دفع كل التكاليف من جيبه هو الشخصي. فتخيل كميه الفلوس بتاعه الاضاءات والمسرح والبوفيه والستايلست والمسرح والمايكات والمسرح واجور الفنانين والمسرح. وقلت المسرح 3 4 مرات علشان المسرح تكاليفه اضعاف كل دول. فمن الاخر رجوع مسرح مصر حاليا ما هو الا حلم من مجرد مشاهد كان بيعشق المسرح ده. ايه السبب اللي خلانا نضحك بالطريقه دي على مسرح مصر مع ان كوميديته مش جديده علينا؟ بص يا حبيب اخوك، مسرح مصر اخد الكوميديا التقليديه الممله وحولها لكوميديا جديده بعلبتها. كانت زي عمليه اعاده تجديد او تشطيب للكوميديا، وعملوها لك كده في علبه شيك وريحتها حلوه وادوها لك وانت حبيت المنتج ده جدا. عملوا ده ازاي؟ عن طريق انهم يدخلوا الارتجال في الموضوع. علي ربيع كان بيحكي في مره انهم ما كانوش لاقيين سكريبت كافي للمسرحيه، فدخلوا تقريبا بسكريبت يكفي اقل من ربع الوقت، والباقي كان عباره عن ارتجال بس. انت عمرك شفت كاست كامل واثق في نفسه علشان ياخد خطوه متهوره ومجنونه زي دي؟ بالظبط لا، بس هم عملوا كده عادي جدا. وده بقى اللي بيميز مسرح مصر، انهم سايبينها على الله واللي يجيبوا ربنا حلو. كانوا بيدوك احساس ان الموضوع مش معقد وما فيهوش فزلكه، فعلشان كده نجحوا وكسروا الدنيا، علشان بكل بساطه بسطوها. ازاي ده اكتر مشروع مبني على التنمر. لو كانت مده المسرحيه ساعه ونص، ففي ساعه بحالها تريقه على ويزو او على علي ربيع او على حمدي المرغني. والفكره ان الناس ما كانتش مشخصناها زي الاول. دلوقتي تيجي تكلم الواد من دول تقول له يا ابني ما مش عارف ايه، يقول لك اسكت يا متنمر يا وغد يا زباله يا حقود يا كلب. تعالى لي بقى لوقتها، وقت مسرح مصر هنا حرفيا علي ربيع كان بيقول لويزو شايفك نادي سموحه، وبعدها على طول كان بيقول لها خبيني جواكي. هو خلاص شايفها ملجأ وحمايه وامان ليه، هو شايفها بيته الجديد. والناس كانت مستقبله ده عادي جدا، والدنيا كانت حلوه وما فيهاش اي شخصنه او وجع دماغ. مسرح مصر كانت تجربه تتكتب في التاريخ. بدأت بشويه شباب عندهم حلم ودخلوا المكان ده ما طلعوش منه غير وهم نجوم عالميين. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اعمل لي فولو على الانستا يا عم، عايزين نكون صحاب. وما تنساش جروب الواتساب اللي بينزل عليه فوتس على الفيديوهات. ولو وصلت لحد هنا عايزك تعرف اني بحبك جدا. سلام.